على درجة حرارة 190، وأول ما تاخد لون من تحت هولع عليها وتستوي وتبقى حلوة كده، هولع عليها الشواية تاخد اللون بالشكل ده. هي كانت أخدت لون كده من الفرن. يعني ما ولعتش الشواية إلا حوالي يجي 3 4 ثواني بس، وطفيت عليها وطلعتها من الفرن. أول ما تطلع من الفرن هنغطيها بفوطة علشان تبقى معانا طرية وجميلة بالشكل ده. طعمها حلو جدا جدا، وكمان هشة وطرية، والعجينة بجد مظبوطة. أهم حاجة تخدموا العجينة كويس عشان الفطيرة تطلع معاكم مظبوطة. تمام كده، شايفين ما شاء الله حلوة جدا واخدة لون حلو جدا. يا رب النهارده وصفتي تكون عجبتكم، واتمنى ان شاء الله تجربوها. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل وصفاتي. واشوفكم ان شاء الله على خير في وصفة جديدة. مع السلامة.